سنة 2017 مصر حطت أساس جديد للرياضة بقانون مهم. بس النهاردة الوضع اختلف تماماً. إحنا على وشك ندخل مرحلة جديدة بالكامل، مرحلة ممكن تغير شكل الرياضة المصرية زي ما نعرفها. في الشرح ده هنبص بتركيز على أهم التعديلات اللي بترسم مستقبل الرياضة في مصر، من أول طريقة إدارة الأندية لحد طريقة حل الخلافات. خلونا نفكر فيها بالشكل ده. لو قانون 2017 كان هو حجر الأساس، فتعديلات 2025 هي الهيكل الكامل اللي بيتبني فوق الأساس ده عشان نوصل للاحترافية. الموضوع مش مجرد تحديث بسيط، لا، ده يعتبر نقلة نوعية في العقلية اللي بتحكم المنظومة الرياضية كلها. رحلتنا النهاردة هتعدي على 5 محطات أساسية. هنبدأ بالحوكمة والقواعد الجديدة للإدارة، بعدها هنشوف إزاي القانون بيفتح الباب للاستثمار، وبعدين هنتكلم عن فكرة الكيان القضائي المتخصص وهنلخص أهم التغييرات، وفي الآخر هنبص على المستقبل وتأثير كل ده. أول حاجة، التغيير دايماً بيبدأ من فوق. التعديلات الجديدة بتركز بشكل كبير جداً على طريقة إدارة الهيئات الرياضية عشان تضمن شفافية ومساءلة أكبر من الأول. طيب، عشان نفهم القانون لازم نعرف في الأول هو بيخاطب مين بالظبط. المصطلح المحوري هنا هو الهيئة الرياضية. النقطة الجديدة والمهمة جدا هنا هي التأكيد الواضح والصريح على فصل الرياضة تماما عن أي نشاط سياسي أو ديني. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الأندية والاتحادات لازم تركز على الرياضة وبس، وده بيضمن حيادها واستقلاليتها. اللي يثير الاهتمام هنا بجد هو إزاي القانون ده بيغير تفاصيل الشغل اليومي. الإدارة ما بقتش مجرد قرارات عامة وخلاص، لا، القانون دلوقتي بيفرض التزامات محددة ودقيقة جدا، زي سرعة تسليم محاضر الاجتماعات والرد الإلزامي على تقارير الرقابة، والأهم من كل ده فرض ضوابط مالية صارمة عشان يمنع تراكم الديون. الإدارة بتتحول من قرارات شخصية لنظام مؤسسي واضح. الرقم ده بالذات بيمثل تغيير جذري. ليه؟ لأنه بيعالج مشكلة موجودة في إدارة الرياضة في أماكن كتير في العالم، وهي إن نفس الأشخاص بيفضلوا في مناصبهم سنين طويلة جدا. دلوقتي مفيش حد يقدر يكمل في نفس المنصب الإداري أكتر من 3 دورات ورا بعض. الهدف واضح وصريح: ضخ دماء جديدة ومنع تركيز السلطة، وده بيفتح الباب لأفكار وقيادات متجددة. ننتقل بقى للمحور الثاني وهو الاقتصاد. إزاي ممكن نحول الأندية والاتحادات من كيانات معتمدة على الدعم لمؤسسات قادرة تجذب استثمارات حقيقية؟ القانون الجديد بيقدم إجابة واضحة ومبتكرة للموضوع ده، وده يمكن أكبر تحدي بيواجه الرياضة. الأندية ليها دور مجتمعي مهم، بس في نفس الوقت محتاجة فلوس عشان تكبر وتنافس. إزاي نعمل التوازن ده؟ القانون الجديد بيقدم أداة ذكية جداً عشان تحل المعادلة الصعبة دي. المفهوم المحوري هنا هو شركة الخدمات الرياضية. الفكرة ببساطة ذكية جداً، وهي إننا نفصل الأنشطة التجارية للنادي في شركة مستقلة هدفها الربح. تخيلوا مثلاً ناد كبير، النادي نفسه بيفضل مؤسسة مجتمعية غير ربحية بتخدم أعضائها، بس في نفس الوقت بيأسسوا شركة تابعة له، والشركة دي هي اللي بتتفاوض على عقود الرعاية والبث التلفزيوني وبتدير متجر النادي وكل الأنشطة التجارية. طيب، إزاي ده بيحصل على أرض الواقع؟ المادة 71 بتشرح العملية خطوة بخطوة. بتبدأ بموافقة داخلية من مجلس الإدارة، بعدها موافقة حكومية، وبعدين التأسيس القانوني للشركة. والشرط المبدئي إن الهيئة الرياضية تمتلك 51% على الأقل، بيضمن إنها تفضل مسيطرة، مع إمكانية طرح باقي الأسهم للمستثمرين بعد كده عشان يدخل تمويل جديد. الشريحة دي بتلخص الفكرة ببراعة. على اليمين عندنا النادي التقليدي بدوره المجتمعي وإعفاءاته الضريبية، وعلى الشمال الشركة التجارية اللي بتخضع لقوانين السوق وتقدر تجذب استثمارات وتطرح أسهمها في البورصة. الفصل ده بيسمح لكل كيان يركز في اللي بيعمله أحسن. وهنا بنوصل للمحور الثالث، واللي بصراحة ممكن يكون أكتر تغيير ثوري في كل التعديلات دي، وهو إنشاء نظام قضائي متخصص ومستقل للرياضة. وممكن نقول وداعاً للقضايا اللي بتاخد سنين في المحاكم العادية. القانون الجديد بيعمل كيان واحد ومحدد، هو المركز المصري للتسوية والتحكيم الرياضي. المركز ده هيئة مستقلة تماماً مالياً وإدارياً، ومهمته الوحيدة هي إنه يحل النزاعات الرياضية بسرعة وكفاءة عن طريق خبراء فاهمين طبيعة الرياضة. عشان نضمن حيادية وخبرة المركز،
هنلاقي إن مجلس إدارته عبارة عن خليط متنوع جداً، في أغلبية من القضاة عشان يضمنوا النزاهة القانونية، وفي ممثلين عن الحركة الأولمبية والبارالمبية، وكمان خبراء متخصصين. التكوين ده هدفه إنه يحقق توازن مثالي بين الإجراءات القانونية الصارمة وفهم خصوصية عالم الرياضة. نطاق شغل المركز ده شامل جداً، يعني بيغطي تقريباً كل حاجة ممكن تيجي في بالنا في عالم الرياضة، من عقود اللاعبين والبث التلفزيوني للخلافات الداخلية في الأندية. ده معناه وجود جهة واحدة متخصصة لكل القضايا الرياضية، وده بيوحد المعايير وبيسرع العدالة. طيب، إحنا اتكلمنا في تفاصيل كتير، خلونا دلوقتي نلخص أهم النقاط اللي المفروض تفضل في ذهننا من التعديلات القانونية المحورية دي. ممكن نلخص القانون كله في 3 ركائز أساسية: الحوكمة عشان نضمن إدارة أفضل، والاستثمار عشان نوفر موارد مالية مستدامة، وتسوية المنازعات عشان نضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة. كل ركيزة من دول ليها تأثير كبير ومتوقع على المشهد الرياضي كله. الخلاصة إن دي مش مجرد تعديلات هامشية، لأ، دي تغييرات هيكلية هدفها بناء نظام رياضي حديث ومستدام، من أول تحديد مدد المناصب لحد خلق أدوات استثمارية جديدة. كل تغيير بيصب في هدف أكبر، وهو التحديث والوصول للاحتراف. بعد كل التحليل ده بيفضل السؤال الأهم: إيه هو التأثير الحقيقي لكل التغييرات دي على أرض الواقع؟ الاقتباس ده بيلخص روح القانون. الهدف مش بس تغيير القواعد، الهدف هو تغيير الثقافة اللي حوالين الرياضة، التحول من الاعتماد على الدعم الحكومي لبناء صناعة رياضية قوية، مكتفية ذاتياً وقادرة تنافس على المستوى العالمي. في النهاية، القانون بيحط الإطار وخطة اللعب، لكن النجاح بيعتمد على التطبيق. فهل القواعد الجديدة دي هتكون هي الشرارة اللي الرياضة المصرية محتاجاها عشان تنطلق لعصر ذهبي جديد من الاحتراف والنجاح؟ ده السؤال اللي السنين الجاية هي اللي هتجاوب عليه.